صباح الأنوار، أهلا بيك في الدرس السادس والأخير من الافتتاح الإيطالي اللي بيبدأ ب E4 من عند حضرتك، E5 من عند خصمك، نايت F3 من عند سيادتك وضاغط على البدء بتاعه، نايت C6 من عنده بيحمي البدء بتاعه بشكل طبيعي، بيشوب C4 والنقلة الموازية الإيطاليان جيم أو الافتتاح الإيطالي وبضغط على البدء بتاع الإف أضعف بدء عند خصمي. والنهاردة هو بيلعب الإف 5 وإس كأنه بيفكر يخوفنا روسو جامبت. والحق يقال روسو جامبت لو احنا مش مذاكرينه وبنتصرف كده بقى يعني بنكتشف وبنتحسس طريقنا، هيبقى جامبت مخيف وممتلئ بالافخاخ. مش هضيع وقتك في الافخاخ اللي هو ممكن يوقعنا فيها عشان خاطر احنا يعني مش هنقع فيها، ولكن هوريك بقى الافخاخ اللي احنا ممكن نوقعه فيها ايه هي. طيب، ماذا يحدث لو انت اكلت؟ بنفهم يعني الجنب ده مدى خطورته ايه. هيزيح على النايت بتاعي. النايت بتاعي لو راح هنا النايت هياكله وهو غير محمي، هنا كذلك، هنا الوزير هياكله، وهنا كذلك. يد الخيبة هرجع النايت، يروح لاعب الدي 5. يد الخيبة هرجع البيشوب. الله، ده الدنيا بقت صعبة خالص. طور وزيره هيستعيد البدء بتاعه، دنيته آخر جمال. ولكن احقاقا للحق برضه عشان مبقاش ضحكت عليك، لما هو بيذيع على المات بتاعنا احنا مش هنرجعه ولا هنعمل كده. تقول لي طب ما هو هياكله. لا، مش هياكله، هيطور المات بتاعه بالشكل ده. ايه اللي يمنعه انه ياكله؟ هذا الوزير بهذه الكشف. هغطي، هاكل. لو كلت طبعا الرخ هتسقط. تطور وزيرك عشان انت لما انا ازيح بالشكل دوت وعامل فورك طبعا للرخ والبيشوب وكش، الملك يمشي وراح التبييت. كلت الرخ، يستعيد الاخذ، وكده الماتش خلاص بقى بتاعك. مبروك مبروك. طبعا هو مش هيسقط في هذا الفخ، يعني هو مش معقول يكون يعني هو مدخلك في الروس وجامبت ومش مذاكر. لا، انت لما تنزل بالنايت بتاعك هو هيطور النايت بتاعه وحضرتك هتاكل وهو هيفتح للرخ. بس مالناش دعوه بكل الكلام الفارغ دوت. عارف ليه؟ لان احنا لما هو يعلن دخوله في الروس وجامبت هنلعب اللعبه الصح، الا وهي الدي 4. وهنا هذا الصديق الجميل لازم يلعب اللعبه الصح، انه ياكل بالشكل ده. اكل بالنايت، ياكل بالنايت، اكل بالوزير بتاعي، ياكل البيدق. اطور النايت اقول له اديني البيدق. يلعب هو سي 6. طب انا هاخد البيدق. يقول لي وقعت يا حلو، دي 5 وعملت فورك للنايت وللبيشوب. هتعمل ايه في هذه الفورك؟ هعمل ايه في هذه الفورك؟ انا هوريك اعمل ايه في هذه الفورك. مهدد وزيرك. شلت الوزير ومهدد الملك يا حلو. رجعت البيشوب تاني. بعت وزير ومشكلتك لسه قائمة. هتديني يا الحصان يا البيشوب، هتعمل ايه؟ هبيت طويل. تبيت طويل؟ طيب هاخد الحصان. يا ريت تاخد الحصان. كش. بسيطة. هغطي بالوزير بتاعي. هطور البيشوب بهذا الشكل. هاكل وزيرك الغير محمي. تاكل وزير غير محمي؟ طب خد هذه الكش. هروح بالملك. تروح فين؟ دي كش مات. كل مربعات انا مسيطر عليها بقطعي. طيب مش هاخد وزيرك، انا هحسبها، هعمل الكالكوليشنز بتاعتي ومش هاخد وزيرك. هقفل على البيشوب دوت. شلت وزيري ووزير قصاد الملك. يزيح على وزيري، وزيري يرجع. يطور البيشوب بتاعه. انا اكل الاول قطعة، حضرتك لما تاكل بهذا الشكل اديني وزيرك وخلاص الدور انتهى. تقول لي طيب يعني انا فهمت، انا عرفت خلاص. الحصان فيه سم قاتل. انا مش عايز حصانة اساسا، انا ما كنتش عايز الحصان، انت اللي اخترت الحصان. انا هاخد البيشوب. ما تاخد البيشوب يا عم، خد الفيل يا عم، وانا كنت هروح بيه يعني؟ خده واهلا وسهلا. هجيب الرخ بتاعتي في العمود المفتوح قصاد الملك بتاعك، واطور البيشوب وهغطي. هنزل بالنايت بتاعي وضغط على البيشوب بتاعك بقطعتين هيسقط. هجيب وزيري واحد. اديني الاول البيدق. البيشوب بتاعي طبعا مربوط، ما ينفعش ياكل وزيري بسبب الرخ. هديني الوزير بتاع سيادتك. مفيش وزراء ولا حاجة. طور النايت بتاعه. وانا اعمل ايه بقى؟ اكل. ايه المشكلة يعني؟ طب هعمل هذه النقلة. هاكل تاني. ايه المشكلة يعني؟ طيب هاكل. كش. ووزيرك خلاص. تودي دماغك في اي حتة. الماتش انتهى يا جناب الكوماندر المهم. طيب. خلاص عرفت.
مش هاكل لا ده ولا ده يعني، لا حضرتك ما ينفعش تاكل ولا ده ولا ده، والا يحصل لك زي صديقنا عبد الشكور. طيب يلعب هو ايه؟ طور البيشوب بتاعه، مهدد الرخ، قفلنا دعمنا النايت وكله تمام. يرجع بالبيشوب، اشيل قطعة من قطعتين كانوا متهددين، البيشوب يرجع، كش الاول يغطي، شلنا القطعة التانية ودنيتنا بقت جميلة خالص. مضطر يا عيني يدور الملك بتاعه لمكان آمن. طور النايت بتاعي بهذا الشكل، ما يعرفش طبعا ياكل بالبيدق لأن البيشوب بتاعنا رابط البيدق. ولما يشيل الملك بتاعه أنزل بالنايت بتاعي في يعني مقرب من الملك بتاعه، بزرعه في المعسكر بتاعه يلعب هذه اللعبة. ولما ألعب كده هو ياكل أنا آكل، يجيب وزيره، النايت بتاعي ينزل بالشكل دوت، يهدد النايت عايز يتخلص منه، النايت بتاعي يرجع. طبعا مش هاكل البيشوب، النايت بتاعي هنا مركزه أهم. ألعب ال H3 وقفلت على الرخ بتاعتك ومش خارجة خلاص بقى، حالين على مسافة تخرجها. ولما أجيب الرخ بتاعته بهذا الشكل، أبعد الرخ بتاعتي، أنا بقى ممكن أضغط على هذا البيشوب بأكتر من قطعة، وضغطنا عليه ب3 قطع، سقط البيشوب ولله الحمد. خلاص خلصت معانا قطعة، الدور انتهى، والدور بقى ايه بتاعنا خلاص، ما الدور انتهى بقى خلاص. خلصت القصة على كده. وكان هذا الروسو جامبت. روسو جامبت أكثر من سيء لو اللي قدامك يعني لو انت محضر وعارف هتلعب ايه، خلاص روسو جامبت ده لعبة سيئة ما تشغلش بالنا على الإطلاق. طيب تعالى بقى بعد ما خلصنا هذا روسو جامبت، معلش استحملني هنرجع شوية من الأول. فاكر في الدرس بتاع احنا كده دخلنا في الستاب بتاع الإيطاليان جيم العادي، فاكر الدرس اللي فات على طول باريس ديفense كان مرد عليها بايه؟ دي 4. طيب روسو جامبت دي 4 برضو، تمام. طيب في لعبة برضو لا تقل سخافة ولا تقل ضعف عن اللعبتين اللي فاتوا، يلعب جي 6 هرد بايه؟ دي 4 برضو. يبقى التلاتة دول بترد عليهم بايه؟ بالدي 4. والتلاتة العاب غير شائعة لانهم سيئين، ولكن تعرفهم لحد ولا حاجة يفتكر ان هو ممكن يفاجئنا، ما تفاجئش. اكل بالنايت، يفنكت البيشوب بتاعه، النايت بتاعي مضغوط عليه بقطعتين، هيسقط مين يا عم اديني. يفتح هو الرخ بتاعته، بيقرب بيدقه من السنتر لا بأس، أبيت طويل يطور النايت، طور النايت يبيت هو كمان البيشوب بتاعي ورابط النايت بتاعه. النايت البيشوب بتاعك بيعمل ايه؟ عملنا لك اضعاف لا بأس. ارجع بالبيشوب بتاعي، وهنا يا حلو اسمح لي ان انا بقى ايه اكسر لك هذا البيشوب. يلعب هو اي حاجة، اخسر انا البيشوب. وكده عملنا له اضعاف قصاد الملك بتاعه. المربعات طبعا السودا بقى فيها ضعف جامد بسبب البادئ اللي قدمها. والوضع ده فتحنا الانجن لينا تفوق 7/10. حلو رضا، محدش لاقي في هذا الزمان. وانا في رأيي الشخصي يعني ان اسهل بكتير العب بالقطعة البيضاء، الملك بتاعي اكثر امانا في رأيي المتواضع. طبعا تكون استمتعت واستفدت من التفريع دوت، واتمنى يكون الايطاليان جيم كان، انا عن نفسي استمتعت بيه جدا وانبسطت بيه جدا. الكورس جاي ان شاء الله يكون دفاع الكاروكان، كورس مهم لازم تبقى دارسينه بعمق، لان مش هتبقى لاعب شطرنج جيد غير وانت معاك صقلي كاروكان ايطالي، وان شاء الله الاسباني هناخده بعد الكاروكان. اشوفك الحلقة الجاية على خير، واتمنى تكون بتستفيد وتستمتع بيها، وسلام.